الاكتئاب الاكتئاب مش زعل، ولا تزعل يومين وتقوم، ولا شد نفسك كده وهتبقى كويس كمان يومين. الاكتئاب ده مرض حقيقي، زيه زي السكر والضغط. لو اتفهم صح وتعالج صح الحياة بتتغير 180 درجة. في الحلقة دي هنتكلم بشكل علمي وبطريقة بسيطة جدا عن يعني ايه الاكتئاب، امتى لازم اروح لدكتور نفسي، الدكتور هيعمل ايه معايا من اول زيارة، هل العلاج بيطول، هل في ادوية. خليك معايا للنهاية. طيب يعني ايه اكتئاب؟ علميا الاكتئاب اضطراب في كيمياء الدماغ بيقل فيه مستوى مواد زي السيروتونين، الدوبامين، النورد ادرينالين. المواد دي مسؤولة عن ايه؟ الطاقة، النوم، الشهية، المشاعر، التركيز، الحماس، الاحساس بمتعة الحياة. لما بيحصل فيها خلل الشخص دايما بيبدأ يحس بايه؟ حزن بدون سبب، تعب شديد، نوم زيادة او ارق، فقدان للطاقة، فقدان للشغف، افكار سلبية، توتر، نوبات بكاء، احساس انك مش قادر. ده مش ضعف، ده تفاعل كيميائي زائد ظروف حياتية، زائد صدمات ممكن تحصل لأي حد. طيب امتى اروح لدكتور؟ اروح لدكتور فورا لو عندي حاجة من الحاجات دي: الاعراض مستمرة من اسبوعين وتأثر على شغلك، نومك، علاقاتك او قراراتك، احساس بفقدان الامل او ان الحياة ملهاش معنى. دي علامات لازم تتاخد بجدية. اعراض جسدية بدون سبب زي صداع متكرر، ألم في المعدة، شد عضلي، ضربات قلب وبتزيد مع الضغط. كمان لازم تروح لو عندك فقدان وزن أو زيادة وزن ملحوظة، نوم ملخبط تماما، عدم قدرة على التركيز، بكاء بدون سبب، فقدان رغبة في كل شيء كنت انت بتحبه. لو بتحس ان انا مش انا، يبقى دي اول علامة انك محتاج مساعدة. طيب لو قررت تروح للدكتور، الدكتور هيعمل ايه؟ الدكتور هيعمل جلسة تقييم نفسي كاملة، دي بتاخد من 45 ل 60 دقيقة. هسألك أسئلة عن النوم، المزاج، الطاقة، الشهية، القلق، علاقتك بالناس اللي حواليك، ضغوطاتك في الشغل وفي البيت، أي صدمات أو مواقف أثرت عليك قبل كده. الهدف هنا ما بيبقاش التحقيق، الهدف هنا إنه يفهم الصورة كاملة. بعض الدكاترة بتعمل اختبار تقييم درجات الاكتئاب زي BHQ9 أو Big Depression Inventory علشان يحدد هل الاكتئاب بسيط، متوسط، شديد، او ما عندكش اكتئاب بالمره. خطه العلاج دايما بتكون واحده من 3 طرق او خليط منهم. يعني في علاج بالادويه، ادويه بتوازن كيمياء الدماغ بشكل تدريجي، دي بتكون مهمه جدا وبتتاخد بامان، مش ما بتبقاش فيها ادمان. دي بتحتاج من اسبوعين ل6 اسابيع عشان يتم تاثيرها على الدماغ. في علاج نفسي بيسموه CBT، دي جلسات بيبقى هدفها تنظيم التفكير، التخلص من الافكار اللي بتسحب الطاقه، تحسين الثقه بالنفس، فهم الجروح القديمة اللي مأثرة لحد دلوقتي. برضو بتحتاج لتغيير نمط الحياة. الدكتور هيديك خطة بتشمل تحسين النوم، المشي أو رياضة خفيفة، نظام غذائي بسيط، تقليل المنبهات، تمارين تنفسي واسترخاء. وبتتابع مع الدكتور كل أسبوعين ل4 أسابيع. التعديل على الجرعة ومتابعة التحسين وتقليل الأعراض، كل الحاجات ديت الدكتور بيتابع معاك. طيب هل علاج الاكتئاب بيطول؟ علميا الاكتئاب البسيط ممكن يحتاج ل6 أسابيع ل3 شهور، المتوسط من 3 شهور ل6 شهور، الشديدة بتبقى من 6 شهور ل12 شهر. والفكرة انك ما توقفش الدواء فجأة، الدكتور هو اللي بيزود او يوقف علشان ما يحصلش اي اعراض انسحاب. نصيحتي الشخصية ليك: لو عندك اعراض اكتئاب وحاسس انك بتحارب لوحدك، صدقني انت مش لوحدك، وفي دكاترة محترمين كتير فاهمين مرضك ويعرفوا يطلعوك منه. دي هتبقى مجرد خطوة وهتغير حياتك ان شاء الله. في النهاية لو حاسس انك محتاج مساعدة، خد الفيديو ده كإشارة ان الوقت جه. روح للطبيب، اتكلم معاه وابدأ رحلة شفاء. شكرا على حسن الاستماع، ولو عجبكم الفيديو دوت ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك. سلام عليكم.